مين مننا ما بتبقاش مشاعرها متلخبطة أو بتحس إنها في حالة توهان؟ طبيعي جدا وإنساني جدا. اللخبطة معناها إنه يمكن في حاجة إحنا مش راضيين عنها قوي، مش مرتاحين معاها، يمكن نبقى رافضينها. لو إحنا عايزين يعني نتعامل بشكل صحيح مع مسألة لخبطة المشاعر، خلينا نعمل تمرين كده مهم كل واحدة تعمله مع نفسها. حطي المشاعر دي في أي واحد من الأحاسيس الثلاثة اللي أنا هقولك عليهم. هل اللخبطة دي جاية من منطقة خوف؟ هل هي جاية من منطقة حزن؟ هل لخبطة المشاعر اللي انت حاسة بيها جاية من منطقة غضب؟ الخوف والغضب والحزن دول أهم وأكتر 3 مشاعر سلبية غالبا. بقية المشاعر اللي احنا بنحس بيها بتبقى جاية من المنطقة دي. لو لخبطت مشاعرنا دي جاية من منطقة خوف، يبقى أول حاجة لازم نسألها لنفسنا، طيب يا ترى الخوف ده خوف واقعي، يعني مبني على معلومات، على حاجات تخليني فعلا أبقى خايفة؟ الخوف الوهمي هيسوقنا في نفق مش لطيف خالص، لأنه هيبقى مبني على وهم، هيبقى معطلنا، معطل مشاعرنا، معطل أفكارنا، معطل الأفعال والتصرفات بتاعتنا. بمعنى أوضح ممكن يبقى معطلنا عن الحياة. ناس كتير أول ما بتحس بلخبطة المشاعر اللي جاية من منطقة خوف، أول حاجة تقول إيه؟ خلينا في السليم. يبدأوا يهربوا من القصة كلها. هنا بتحصل قفزة ما بين لخبطة المشاعر إلى انسحاب. طيب اللي بينهم ده إيه؟ دي منطقة مهمة جدا. لما ما بنقفش فيها، أولا ما بننضجش، ما بنكبرش، ما بنفهمش نفسنا، ما بنكتشفش مناطق جوه نفسنا، وهي منطقة الفهم. مهم قوي إن احنا قبل ما ناخد القرار بالانسحاب من حق أي بني آدم، لأنه مشاعره متلخبطة فيقول لا بلاها خالص، إنه مهم إنه يفهم مصدر اللخبطة جاية منين، يحاول يناقش نفسه، تبقى بس القرارات مبنية على معلومات، مبنية على فهم. احنا موجودين في الدنيا دي علشان نفهم، مش عشان ننسحب. جزء من الحياة هو الدرس اللي بنتعلمه، والدروس مش مجانية، والدروس هي اللي بنتعلمها في المنطقة اللي في النص، ما بين انه طبيعي جدا وانساني جدا ان احنا نتلخبط وما بنبقاش فاهمين لا نفسنا ولا مشاعرنا ولا افكارنا، وبين القرارات اللي بناخدها وهي ممكن تبقى قرارات منسحبة. فجزء من الحكاية ان احنا بندرب بعض وبناخد بايد بعض وبنشجع بعض ان نكتشف اللي جوانا ونفهم معاني جديدة جوانا بدل ما ننسحب.